السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم وأسبوع جديد في مع معتز. كتيرة هي الحكايات اللي اتضحك علينا فيها، وكتير هو الوقت اللي بأكد لحضراتكم وبعيد وبزيد وبقول لكم خليكم تفكروا معايا بالله عليكم، ما تاخدوش كلامي إنه مصدق. النهاردة حابب أبدأ هذا الأسبوع بحكاية مهمة جدا تشرح لكم إيه حكاية الشباب والثورة في مصر وحكم العسكر. ايه الحكايه دي وازاي هي بدايتها وازاي وصلت لايه وازاي اتخدعنا كلنا فيها. الحكايه كلها في 4 دقايق. خليني اقول لكم الحكايه بجد. الحكايه انه من غير ما حد يحس اتكون جيل جديد مختلف في هذه البلد، عارف ان ازمه البلد هي ازمه الدول المتخلفه اللي زيها، ان الجيش هو اللي بيلعب سياسه. الجيل الجديد ده جيل فاهم تماما ان مصر لحد اخر الاربعينيات كان الجنيه ب 97 قرش، الجنيه الذهب، وكانت مدينه بريطانيا، وال4 دولار بجنيه، وكان في حياه سياسيه وبرلمانيه حقيقيه، وكانت القاهره اجمل من باريس، وكان وان احنا رغم الفقر والجهل اللي كان موجود وفساد الملك والحاشيه كنا مؤهلين تماما ان احنا نعدي ونبقى حاجه لو كملنا في الطريق. الجيل الجديد ده فاهم ان انقلاب 52 واللي بقى ثوره والناس صدقته واتحمست له جه بتوزيع الارض الزراعيه والتعليم المجاني والمصانع والسد، فالناس حبته اكتر. واللي ما حبوش اهو سكت واتكتم، خوف من البطش والقهر والظلم والرعب اللي بدأ معاه طمس الشخصيه المصريه. الشباب دول فاهمين كمان انه ان اللي حصل في 52 جه معاه حرب اليمن وحرب 56 والنكسه العسكريه، وبعديها جه انتصار 73 العظيم، وبعديها معاهدة السلمية وانتفاضة الحرمية وانفتاح جديد خلى تاني من الشخصية المصرية تذوب وتنسحق. ما علينا، جه مبارك بمخطط محكم عمله مع طنطاوي لمدة 20 سنة لتفريغ الجيش من كل القيادات الحقيقية لضمان ان ما يكونش فيه انقلاب. كل سنة سيف المعز وذهبه الكل يطلع معاش كل من كان فيه امل، واعطائهم مناصب كبرى تنفيذية، وبالتوسع في الاهداف الاقتصاديه والمؤسسات الاقتصاديه اللي بيمسكوها، وبدا يظهر الطعم المر لكل الحاجات اللي كانت باينه في الاول انها متغلفه بحته سكريه. التعليم المجاني بقى كارثه قوميه، والصحه في النازل، والامراض في الطالع قوي، كبد وكلى وصدر وميه وكله بارقام عالميه مؤسفه، والمصانع اتخصصت والبلد اتباعت لطبقه الحراميه. مش هكلمك على الاميه والقهر وامن الدوله والذل والتقسيم والتقزيم والتوريث اللي اصبح دين في كل وزاره وهيئه حكوميه او سياديه، وحالنا اللي بقى يصعب حتى على الاعداء قبل الصحبجيه، وكانوا رايحين يتورثوا لابن مبارك جمال، ومحدش يفتح بقه وقال لك اهو احسن من اللي ما نعرفوش، وهو عينه مليانه ومش هيسرق جامد زي السحتجيه. ومحدش خد باله ان الجيل ده بيكبر وشرب المر من افعالنا اللي بتدمر ايامه اللي فاتت وايامه اللي جايه. الجيل ده صار وقال ارحل انت والعصابه دي، وبفترتهم النقيه اتاكدوا ان مشكله مصر في حكم العسكريه، مش لكون العسكريه خونه لا سمح الله، لكن الجيش مش مناسب اطلاقا لتطوير الحياه المدنيه، ولانه ما عندوش الادمغه والعقول اللي تملى المناصب اللي بتسيطر على كل مفاصل البلد دي. وعرفوا ان كل الدول عشان تتقدم لازم تسيب السكه والجيش يوسع للعقول والكوادر الحقيقيه، وان مفيش دوله عسكريه والله العظيم بقت دوله عالم تاني، حتى مش عالم تالت، مش عالم اول. فهتف الشباب بصدق مش عايزينها عسكريه، يسقط حكم العسكر، فبداوا يشيطنوا الهتاف، خدوا بالكم بقى، ويقولوا ان دول خونه اللي مش فاهمين عايزين يوقعوا جيش بلدهم ويدمروه، وساعتها يا شعب يا طيب مصر هتبقى منسيه. وبفكر أبلسة الصحراء دخلوا دماغ الناس ان الشباب بيقول يسقط العسكر، مع ان الولاد كانوا بيقولوا يسقط حكم العسكر، والفرق كبير قوي بين الاتنين، فرق كبير بين يسقط العسكر ويسقط حكم العسكر. يا ناس احنا قلنا يسقط حكم العسكر. ولما اتأكدوا ان في جيل بدأ يفهم ويوعي اجيال اتثابت في الضلمة، قالوا له لا كله للحكم يا حبيبي، احنا وقفنا في الثورة عشان نخلص من جمال مش عشان حكم مصر البهية. وابتدت الدروس القاسية بالدم، دم في مسبيرو عشان المسيحيين ابتدى صوتهم يطلع، ودم في محمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية،
والعيال مش راضيه تسكت. طب فرقوهم واعملوهم شيع وفتتوهم، برضو مش نافع. خلاص ضخموا اخطاء الاسلامجيه وكرهوا الناس في الثوره والثورجيه. مش هطول عليكم القصه، انتوا عارفينها. غضب شعب في يونيو انتوا عارفينه حقيقي، استغلوه وكبروه ودفعوه وانقلبوا بيه على الدوله المدنيه، وبقى دم تاني اكتر. بقى الدم في الحرس الجمهوري والمنصه وربعه والنهضه ورمسيس بوحشيه، واعتقالات وتعذيب وقهر للكل، رجاله وستات وعيال. ما هي مصر مش هتمشي الا بكرباج، ولازم الناس تخاف من الاعداء المخفيه. بس الحكايه انه ابدا والله ما هيحصل، مش هيحصل ده. مش هيحصل ان مصر تاني تتحكم عسكريه. في ايام اتاكدوا ان الايام اللي اتحكمت فيها عسكريه هتبقى باذن ربك منسيه. طب كلمه عسكر بتعصبك؟ طب عسكر 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 عسكر، وجيش بلدنا غالي علينا واغلى من عينينا، بس برضه يسقط حكم العسكر، يسقط حكم العسكريه. خلصت الحكايه. نتقابل بعد الفاصل.